قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة 3 أصناف: صنف مشاة، وصنف ركبان، وصنف على وجوههم. فيوم القيامة يوم الأهوال والشدائد. ولهذا أخبر النبي الشفيع محمد صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني ليس عليهم نعال، عراه ليس عليهم لباس، غرلا غير مختونين، تعاد إليهم القلفة حتى يقضي الله عز وجل بين الناس. وأول من يكسى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. كما أن هناك من يحشر وهو يمشي على وجهه. روى الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه مشاهدين الكرام، فهو معلمنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا يوم العرض على رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة 3 أصناف: صنف مشاة، وصنف ركبان، وصنف على وجوههم. قيل: يا رسول الله، وكيف يمشون على وجوههم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. وقال الله عز وجل: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وهؤلاء هم شر الناس العاصون لله عز وجل. وسيسحب العاصون بذلك اليوم، يوم المحشر، على وجوههم، فإن الله الخالق القدير الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم قدير جل جلاله على أن يمشيهم على وجوههم. بل لو أراد الله عز وجل ذلك لحصل في الدنيا التي كان فيها الكافر ذا عتو واستكبار، لا يحني رأسه لشيء سوى هواه، ولا يعرف التواضع لله، ولا يعرف السجود له والخضوع إليه. تحدث الإمام الطبري رحمه الله عن الصنف الذي يحشر على وجهه يوم القيامة في تفسير الطبري لقول الله عز وجل: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ورد في تفسير الطبري رحمه الله: هؤلاء المشركون يا محمد القائلون لك لولا نزل عليك القرآن جملة واحدة، هؤلاء ومن كان على مثل الذي هم عليه من الكفر بالله عز وجل، الذين يحشرون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم، فيساقون إلى جهنم شر مستقر في الدنيا والآخرة. ويضيف: الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. والحكمة في حشر الكافر على وجهه أنه عوقب على عدم السجود لله عز وجل في الدنيا بأن يسحب على وجهه في الآخرة إظهارا لهوانه، فصار وجهه مكان يديه ورجليه،